إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفاه. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، حيث عقدت مؤخرا ندوة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وشارك فيها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال. دكتور مجدي، يعني يدعونا ديننا الحنيف إلى المحافظة على البيئة وكل ما أنعم الله به علينا في هذا الكون. يعني كيف يستفيد أبناؤنا وبناتنا من هذه الندوة؟ يجب على أبنائنا من الطلائع عدم نسيان أنهم خلفاء في هذا الكوكب، ويجب عليهم إعمار هذا الكوكب، ويجب ألا ينسوا أن هناك أنواع كثيرة من الكائنات تعيش معهم في هذا الكوكب، ووجود هذه الكائنات معا ضروري لاستقرار هذا الكوكب. وما أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كالماء والهواء يعني والطريق، كل هذه النعم لابد أن نحافظ عليها يا دكتور. فإذا مثلا إذا حرقنا الغابات، إذا حرقنا الأرض الزراعية، سيموت الإنسان والحيوان من الجوع. شعار يوم العالمي للبيئة في هذا العام كان أنواع كثيرة في كوكب واحد مستقبل واحد. أنواع كثيرة نقصد بها أنواع كثيرة من الكائنات. كوكب واحد على كوكب الأرض مستقبل واحد. إذا اتحد الإنسان مع جميع الكائنات على كوكب الأرض يظل هناك استقرار في هذا الكوكب. لماذا؟ لأن هناك انقراض في كثير من الكائنات الحية حاليا بمعدل 100 نوع من الكائنات تنقرض. الفيل الإفريقي مثلا ينقرض، مزروعات كثيرة تنقرض، وهذا يهدد صحة الإنسان والحيوان في المستقبل. إضافة أن بعض البشر بدأوا يحرقوا الأرض الزراعية، سواء كانت الغابات أحلوها بالغابات الأسمنت بالمدن السكنية المكتظة بالسكان، أو أن هم حرقوا الأرض الزراعية في مقابل استخدام هذه التربة في أغراض أخرى، وهذا أدى إلى انكماش الرقعة الزراعية في العالم كله، انكماش الغابات في العالم، وهذا أدى إلى نقص رئة الكوكب وتلوث الهواء. الغابات كانت رئة الكوكب التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون الضار بالإنسان وتعطيه أكسجين المفيد له، فكانت رئة مفيدة جدا. حاليا الغابات الموجودة في كوكب الأرض ثلث ما كان عليه الوضع منذ حوالي عشرات آلاف من السنين. ونتذكر منها يا دكتور وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني من كان في يده يعني فسيلة أو نخلة وقامت القيامة فلنغرسها، يعني حتى لآخر يوم في حتى يعني موعد القيامة نغرس الشجرة، يعني للفائدة التي تعم علينا منها. وفي حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إماطة الأذى عن الطريق صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنوع البيولوجي نقصد به تنوع الأحياء على كوكب الأرض أصبح مختل، وهناك عدم توازن. ليه؟ لماذا؟ لأن هناك تدمير للبيئة مثل إزالة الغابات، الاستغلال المفرط للموارد، التلوث، العبث البيئي. العبث البيئي اللي هو اللعب بالموارد الطبيعية للكائنات الحية. هذا أدى إلى انتشار أمراض كثيرة، من ضمنها نقص المناعة، من ضمنها الحساسيات، بحيث أن هناك مرض مثل الربو هناك 300 مليون حاليا على كوكب الأرض. أضرار تلوث الهواء أيضا أدت إلى الإصابة بحساسية الأنف، حساسية الجلد. حساسية الأنف حاليا حوالي 20% من سكان المعمورة.
حساسية الصدر في تزايد مستمر عالميا، معدلات الإصابة تزداد 5% سنويا، هناك زيادة في معدلات الإصابة في ال20 سنة الأخيرة خاصة في الأطفال دون ال6 سنوات بسبب انتشار المدن الحديثة، الغابات الأسمنتية، تلوث الهواء، وكذلك التدخين السلبي وزيادة تعرض المسببات البيئية التي لا تستثني حتى الأجنة. الغابات الأسمنتية المقصود بها المباني يا دكتور؟ المباني لأن الإنسان أما ربنا كان عامل الرقعة الزراعية والغابات، الغابات كانت جميلة جدا إنها بتذكر الإنسان أن هناك رئة تعطيك الهواء النقي وتخلصك من الملوثات. أزال الإنسان الغابات في مقابل ان هو يبيع الاخشاب او يستغل مكان فيه يقيم مكانه مصانع او بيوت سكنيه، وهذا كان للاسف غباء ينعدم الضرر على الانسان، ضرر الاجيال. حضرتك يا دكتور يعني بماذا تنصح الابناء والبنات كي يعني يستطيعوا المحافظه على البيئه؟ اولا هم يحاولوا ينشروا اللون الاخضر في كل مكان، يبقى يحاول يزرع شجره شجيره في المدرسه في المنزل، ينصح الاخرين بعدم قلع الاشجار، ينصح الاخرين بعدم قطف الزهور، يحاول يحافظ على نظافه البيئه المحيطه حوله، عدم رمي القمامه في اي مكان، ولكن وضع القمامه حتى لو منديل ورقي بسيط في سله القمامه الخاصه بها، المحافظه على النظافه الشخصيه له ونظافه المسكن ونظافه الادوات الشخصيه له، البعد عن الملوثات بشكل عام، البعد عن الاماكن التلوث داخل البيوت سواء كان تدخين او حرق اي شيء، استخدام اي لعب يعني تعطي نوعا من الدخان او نعم الروائح في بعض اللعب الاطفال في هذه الاشياء، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك الطاقة. نقطة مهمة جدا يا دكتور، المياه يعني لأنها ستصبح مشكلة فيما بعد. إن شاء الله استخدام المياه والمحافظة على نظافتها. لأن الإسراف في استخدام المياه حتى في الطاقة، مثلا الكمبيوتر أو أي إضاءة عم تشتغل طول النهار والليل، ده كله هيخلي هدر الموارد وهدر الطاقة، وبالتالي زيادة أكثر في تلوث البيئة. المحافظة على الماء من التلوث يا دكتور، يعني كيف يحافظ الأبناء على المياه وخاصة مياه النيل من التلوث؟ في القرى وفي المناطق القريبة من النيل عدم رمي أي قمامة داخل النيل، الإبلاغ عن أي أجسام غريبة أو حيوانات نافقة داخل النيل. لو الطلاب كانوا بيساعدوا الوالد في الزراعة، يفضل أن هم عدم الإسراف في استخدام المياه في الري، التقديم والترشيد الاستهلاك. يجب أيضا داخل المدن نصح أي مسؤول حوالينا بإصلاح صنبور المياه، عدم ترك صنابور المياه تؤدي إلى انهيار المياه. ونتذكر هنا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الإسراف في استخدام المياه عند الوضوء، يعني حتى لو كانت المياه متوفرة بصورة كبيرة يعني. نعم. ايضا عدم اشعال الحرائق في البيوت او استخدام الخشب في التدفئة، هذا ايضا يؤدي الى تلوث البيئة. هكذا أبنائي وبناتي تعرفنا على يعني ضرورة ما يعني لابد أن نفعله تجاه البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، والذي شارك في الندوة التي أقيمت بهذه المناسبة شارك فيها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال، وتعرفنا على كيفية المحافظة على البيئة من خلال هذه الندوة.